السلام عليكم. أولا كنشكركم على دعمكم وتواصلكم معنا. الكثير من الأسئلة كتوصلني عن طريق التعليقات. تسأل عن مواعيد زراعة البطاطس والأسمدة البلدية التي يمكن إضافتها قبل الزراعة، وتسأل عن كم ينتج الهكتار الواحد من محصول البطاطس، وعن برنامج تسميد البطاطس. برنامج تسميد البطاطس سبق لنا تكلمنا فيه بالتفصيل في فيديو قبل من هذا. إذا كنت مهتم ادخل وتفقد القناة، لكن في هذا الفيديو القصير وهو الإجابة على هذه الأسئلة المهمة. أولا، متى يتم زراعة البطاطس؟ كتبدأ زراعة البطاطس على الأقل أسبوعين من آخر الشتاء في فبراير وأبريل بالاعتماد على المنطقة، وبدلا من ذلك يمكنك زراعة البطاطس في فصل الصيف من يونيو إلى بداية أغسطس. السؤال الثاني وهو مهم: ما هي الأسمدة البلدية اللي كنضيفوها إلى التربة قبل الزراعة؟ يمكن إضافة سماد الماشية، كما يمكن أيضا إضافة سماد الدجاج. يضاف من 20 إلى 30 متر من سماد الماشية، وتكون من مصدر موثوق. أما في الأراضي الرملية الخفيفة نضيف من 30 إلى 40 متر، ويمكن إضافة من 4 إلى 5 متر من سماد الدجاج، وتزيد إلى 6 متر في الأراضي الخفيفة. هذا بالنسبة لما بغاش يضيف سماد الماشية. ويضاف معها عند التجهيز 100 كيلوغرام سوبر فوسفات أحادي، زائد 50 كيلوغرام سلفات بوتاسيوم محبب، زائد 100 كيلوغرام سلفات نشادر، زائد 100 كيلوغرام كبريت زراعي. السؤال الأخير: كم ينتج الهكتار الواحد؟ متوسط محصول البطاطس للهكتار الواحد في السنة الأولى من زراعة البطاطس العائد الجيد غادي يكون 25 طن للهكتار الواحد، ويمكن للمزارعين اللي عندهم خبرة بعد سنوات من الممارسة تحقيق عائد من 40 إلى 70 طن للهكتار الواحد.